عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش هيك شعراتي؟ السلام عليكم ورحمة يا الله، ليش هيك شعراتي؟ A few moments later. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو أكيد رح تحبوه، كلياتكم رح تحبوه، لأنه في كثير من المعجبين رح يفوتوا على هذا المقطع ويسبوني معلم. موضوعنا اليوم عن موزو وإيناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إيناس. اليوم رجعنا لكم لنعطيكم الدراما تبعيتنا وننشهر أكثر ونجيب مشاهدات. المهم لا أحكي لكم القصة إني أنا وموزو أنا وموزو تركنا بعض وخلاص، حطوا لنا لايكات وشيرات وجيبوا لنا مصاري، فهمتوا علي؟ والله يا أحبائي الكرام، أنا موزو مثل ما بتعرفوا القصة صايرة إنه كسرت عظامها لإيناس وصارت تبكي. فطلعت على اللايف وصارت تفضحني إنه أنا سبيتها، بس أنا ما سبيتها، أنا ما عملت لها شيء. المهم خلونا نبلش بهذا المقطع، يمكن حبيتوا التفاعل تبعي. اليوم بدنا نفهمهم، فجهزوا حالكم شدوا الأحزمة ولا خلونا نبلش بهذا المقطع. ليتس جو. بس قبل ما نبلش بهذا المقطع، إذا حابب تنزل تسيبني بالتعليقات تنزل معلم، لأنه رح أحكي هيك شغلات ضرورية. إذا حبيت هذا المقطع انزل وحط لي لايك واشترك بهذا القناة لنوصل 10,000 مشترك يا أخوات. بحبكم ولا تهتموا بشعراتي لأنه ما بعرف شو صاير لهم، ضائم في التيشيرت. خلونا نبلش بالمقطع الأول. الشغلات اللي أنا قايلها لا تساويها، زعلت أنا. برجع ما راح أقول الشغلة هي، في شغلات راح أذكر لكم إياها وفي شغلات ما بقدر أذكرها. برجع بتقلي أنت خانقني، ما عم تطلعني برا البيت وما عم تخليني أسافر. أنا من الأشخاص اللي ما برضى إنه حبيبتي تسافر برا البلد وتنام بأوتيلات وما بعرف شو، وأنا بعيد عنها بلدان ومسافات. قلت لها أوكي. إيناس وين بتنامي وليه؟ لا 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 هيك أنا يمكن شو اسمه، سوري إيناس، صراحة سوري إيناس، من بعد إذنك لازم تطلعي وتوضحي لنا الموضوع، فهمتي علي؟ أختي الكريمة، يعني اطلعي ووضحي لنا إنه صار معاكي مشكلة، إنه أنتِ ما بتنامي بأوتيلات وهدول الشغلات لازم توضحي لنا يا بنت الناس. يعني هون صارت الناس توقف مع موزو، فهمتي علي؟ فخلونا نحكي. أنت سافرتي على ألمانيا قعدتي بأوتيل أوكي، بس أنا بنفس البلد. أنت كذا، فهمتوا شو قصدي؟ المهم منعتها من السفرة، فتجيني بشغلات مبادلة إنه بدها تطلع هي ورفقاتها مشوار وين بباريس كذا، ما منعتها. ليوم من الأيام طلعت والله بتروحي باريس، خليني معاكي، الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك، خليني معاكي. طلعت شي الساعة على أساس تطلع 8 وترجع بكير. طلعت 8 ما رجعت للتتين أو وحدة. صارت مشكلة. شو عم تعملي برا؟ طبي ببيتك. أنا معك يا موزو، أنا مالي زعلان منك يا موزو، هلا الحق معك الصراحة. خلونا نكمل. صارت مشكلة بالقطارات، بالباصات، بالأوبرات، ما عاد. هدول المصاري من وين عم تجيبيهم من موزو؟ والله حرام صار في مصاري للزلمة، والله حرام، يعني حرام ما بيصير يا بنتي. فهم عصبيتي، أنا ما فهمت، وأنا ما صار مع ظرف وأنا ما استوعبته، لأني أنا قايلة بعد تأخري، فصارت التين فوق بعض، مشكلتين. المهم لبعدين بعرف يعني بعدين بعرف إنه إيناس من الشغلات اللي أنا مانعت عملتهم، وهي الشغلة على فكرة مو شغلة مو كبيرة، بس أنا بالنسبة لي ما بحبهم، إنه شغلات ما بيمسوا لا بأخلاقها ولا بتربايتها ولا شيء، لا أبدا. بس أنا ما بحب لما أكون مرتبط ببنت تعمل هاي الشغلات، فهن يعني شغلات بجوز بالنسبة لشاب تاني عاديين، بس أنا بالنسبة لي هيك. فتراكمت كذا شغلة، لا إجت لشغلة معينة. سمعت أنا من حدا بعرفه إنه عاملته، مو هي اللي قالت لي، فأنا هون عصبت صراحة. سألت عاملتي؟ قالت لي إيه، يعني ما كذبت هي. قمت أنا هون بدون ما أعرف ليش وكيف فورا حطيت بلوك، فورا بدون أي تفكير، يعني ما سمعت منها ليش وكذا، لأني أنا منبه عليها 5-6 مرات من قبل، وخلص كان في شغلتين 3 صايرين قبل، فطفح معي الكيل وعصبت. يمكن بحياة عمري ما عصبت هالتعصيبة عليا. فبدون ما أجرح بالكلام وبدون ما هاجمه وبدون ما سبسب وعيط وكذا، حطيت بلوكات على جميع الأماكن.
رجال ذكرتوني بهذا، انا شاب رجال. المهم يا ايناس، هلا رح نشوف ردك انتي ونشوف الموضوع تبعك. تمام، خلونا نشوف مقاطع ايناس، هل بيكون موزو معه حق ولا ايناس؟ تمام، خلونا نبلش. قبل ما نبلش بهذا المقطع، انتم انزلوا اكتبوا لي انتم مع مين، مع ايناس ولا موزو موزه؟ فهمتوا علي؟ انزلوا اكتبوا لي. تمام، هلا ايناس وموزو موزه. المهم هلا وقت بلشت هذا الفيديو تبع مبلشه بالكوميديا الحقيقيه، فهمتوا علي؟ تبع رحنا انا وياه بكينا، بعدين شحطنا. اي والله كنا عم نناقش ونقول لكم انه لا ورح نضلوا وما بعرف شو. وصلت هون كان بدكم اوكي. هلا الصراحه انا ما عم بفهم عليكي، يمكن اللهجه تبعتك غير اللهجه تبعيتنا، هي وحده تنتين. انت وعم تحكي القصه بتزقفي. تمام، ما بعرف ليش يعني. هلا انت فرحانه، زعلانه، حزنانه، رسبانه، فايته بمخاطره، فايته بالتداول في بالفوركس، خسرانه $100,000، ما بعرف. اي علاقة تكون بالسوشيال ميديا هيك رح تكون، يعني اي علاقة بيعرفوا فيها الناس ويدخلوا فيها الناس ويعطوا رأيهم الناس رح تكون هيك. اول شغله لو بتجي على شخصيتي النفسيه او على شو عم بحكي انا ما بعرف، لو بتجي يعني علي انا الصراحه ما بتعرف على بنت من السوشيال ميديا بتاتا. خارج السوشيال ميديا انا شخصيا اذا بدي اتزوج يوما ما بتزوج وحده من السوشيال ميديا ابدا. عندي عضلات، عندي بزازة، عندي صدر، عندي ما بتزوج وحده من السوشيال ميديا، لانه الصراحه رح يصيروا في فضايح وقصص ونيالكم. خلوني براحتي. يمكن اذا بدي اعلن عن زواجي، يمكن بعد ما اتزوج، لا يمكن انا بخطوبتي بعلن بهالشي يعني، بس انه طلع على السوشيال ميديا لمرتي مثلا، لا ابدا. الصراحه ما بحب، يعني انا شخصيا ما بحب اني طلع مرتي حبيبتي، خلاص. اما اللي كنتوا عم بتقولوا انه حكايتنا مسلسل، اوكي حكايتنا. هلا الصراحه حكايتكم مسلسل، فهي تمثيل للشهره وشهادات مصاري. يا اخوان انتم الله خلونا نكمل بعدين نحكي. فيكم تعتبروها انتو انه حكايتنا مسلسل، بس تأكدوا انه انا حبيته لهذاك الشاب من كامل اعماق قلبي، ومتأكدة انه هو كمان حبني وما كان عم يلعب ولا كنا مفكرين انه مسلسل. حبنا كان صدفة. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، فلا انا كنت مقررة. حكيتي شيء صح، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. يسلم تمك. انا كنت مقررة الانفصال ولا ما تهتموا للحب اللي طالعت لي هون بوشي، لانه فرمت حياتي. تمام، خلونا نكمل. ما كنت بريد اني انفصل ولا هو كان بريد انه ينفصل، بس ربي كتب لنا كيما هكا وما قدرناش نتفاهموا، وإسينا نوصلوا النقطة اللي ما نخسروش بعضياتنا حتى لو كان انفصلنا. يا اخوان انتوا اكتبوا لي ايناس من وين، يعني انا اللهجه تبع ايناس بعرفها انه هي سوريه، بس ما بعرف يعني في لهجه تانية بتمها كانه، فاكتبوا لي هي من وين هي، اكتبوا لي بالتعليقات. يعني بتضل مكان نظيف عندي ومكاني نظيف عنده. شاب ابن اصول مربى من مليون مرة، ما شاء الله ما نقص هواله. نتمنى له الخير حتى ولو كان من كتر ما بكيت دموع التمازيح ما عاد نزلوا، فهمتوا؟ معايا. نتمنى له يعيش حياة فرحانة، ونتمنى له يوصل وين راه باغي. صح، هذا اللي كنت باغي نقولها لكم. انا وياه المهم هدول الفيديوهين اللي طلعوا لي. تمام، خلونا نشوف
موزو يا موزو، انت يا حبيبي قبل ما تفوت بهي القصه وبهي الشهره خلونا نشوف موزو شو عامل، وعامل فضايح وعامل الشغلات. تمام، شوف فيديوهين لإله من زمان شو عامل موزو. تمام، مشان ينشهر. تمام، اول مشكله عملها موزو انه صار بده يعمل مشكله بعرس حدا. تمام، خلونا نشوف جوا بالتواليت. نحن هون. انا بتواليت ونحن هون، هن وين؟ رجال موزو هدي علي اخوي موزو، هدي علينا لانه شوي بيطق لك عرق. تمام، اتفقنا عمري؟ خلونا نشوف فضيحة تانية لإله. تمام، يلا خلونا نشوف هذا المقطع. ما رجعتوا على الطريق. هي لازم بهاي المشكلة، هي لازم تصالحني. يعني هي بس ترجع لللايفات رح تقول لكم انه انا والله الحق علي وانا ظلمت لموزو وانا كذا، وانا رح سامحها طبعا، ما رح اقول لا، رح سامحها. يعني انا شوف اكيد هي لما تصالحني رح سامحها. يعني انا اكيد لاني بحبها. ما فهمنا رجعتوا. انا زعلت. الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم، والله انا زعلت. رجعون. خلونا نشوف فضيحة تانية. لا، هذا موزو هو عامل حادث. تمام، خلونا نشوف. يلا نبدأ عمر جديد وننسى كل اللي راح نتغير أكيد، بس أخيرا راح نرتاح. نبدأ عمر جديد وننسى كل اللي راح. يلا نبدأ. بس والله ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه. حسابي على الانستغرام هون. ما بعرف اذا رح يجيني تعليقات او مسبات من الناس، لانه بعرف في عند موزو وايناس كثير معجبين. الله يوفقهم ويرزقهم. انا ما عندي مشكله معاهم. الله يوفقهم ويرزقهم. وكل شخص عنده محتوى، هو محتوى وصانع محتوى بالاخير. بس هدول الشخصين، وفي اشخاص رح اطلع ورد عليهم كمان في شو بيسمون، ما بعرف. المهم في ترند تاني طالع بالسوشيال ميديا، فراح اطلع ورد عليه ان شاء الله قريبا. اذا عجبكم هذا الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات اي ترند بدكم اطلع اعمل عليهم فيديوهات. شباب طالعين ترند حب وما حب، اكتبوا لي بالتعليقات. تمام، فالله يوفق الجميع يا رب. فهذا مو هذا انشاء محتوى. تمام، هذا اسمه ترند. فهمتوا علي يا اخوان؟ فالناس تفهم انه هذا الشيء يا الله هذا مسخره. بتعرفوا شغله عن جد عم حاكيكم اياهم، عم حاكيكم هالشيء، انه هدول الناس يلي عم تتفرج على هدول الناس بيكونوا اولاد صغار، يعني عم يتعلموا شيء جديد. فهمتوا علي؟ يعني اعمار مثلا من ال 11 لل 15، من 18. فهمتوا علي؟ هدول الناس اللي بتحب هالشيء. فهمتوا؟ يعني هلا بتجيب واحد عمره 21 بيسبها، صح ولا لا؟ عم حاكيكم الصدق يعني. فالله يوفقهم، يصطفلوا. هذا ترند ما ترند، حب ما حب، انا ما بهمني. المهم هذا المحتوى ان شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم ام لا، واذا بتحبوا تسبوني عادي. الله يسامحكم، المسامح كريم. وبس والله نشوفكم على خير. ديروا بالكم على حالكم. كان معاكم عمران من سوريا. بحبكم كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم بخير.